بقول ان العلاقه ما بين الطالب والاستاذ هي علاقه تبادليه. لكن قبل كده ممكن كنت وانا مثلا معيد او مدرس مساعد وانا لسه صغير، يعني كان الطلبه السن بتاعنا متقارب فكنا بنبقى اخوات. بس اللي انا عايز اقول لك عليه ان اللي بيؤثر في الموضوع ده هو ما تلقيته. اللي تلقيته حلو انعكس عليا في ادائي مع الطلبه بتوعي حلو، واللي تلقيته وحش ركنته. فدايما هو اللي مؤثر فيكي هو اللي بيكون حاكم جدا جدا. اثر فينا طبعا ناس منهم من هم احياء على وجه الارض، ربنا يا رب يديهم الصحه والعافيه والعمر، وفي ناس توفاهم الله اديم بفضلهم وولائهم، الله يرحمهم. محايد يعني. فالعلاقه اللي بتحكمني بزمايلي بالطلبه بتوعي هي فعلا علاقه زي ما قلتها لك برضو احنا في سياق الحديث، يعني وين تو وين. هم ما كسبوش هم الاول، وانا يمكن قلتها لهم مره، قلت لهم انا بيكو اكون، من غيركم لا اكون. فدي اعتقد انها اجابه وافيه، دي حقيقه توفي تماما. يعني كلام ملهم قوي وعميق، وانا حسيته. انا جيت الجامعه الاسبوع اللي فات عشان اشوف محاضرتكم شكلها عامل ازاي، حضرتك شفتي الجو فانا فعلا حاسه ان حضرتك زي ابوي ليهم، يعني في علاقه ابويه. ده حقيقه، دي حقيقه. ويمكن هو ده لما هو يستشعر بالامان ويكون الاستاذ بتاعه بطريقه او باخرى مطمنه، هو هيخليه انت شلتي من عليه من على كتافه عبء كبير جدا جدا مرتبط بالشغل. ما هو احنا في النهايه اللي ما بيننا ايه؟ هو داخل يتعلم مني حاجه، وانا اتعلمت قبل كده على ايد اساتذه افاضل حاجات كتيره جدا جدا جدا. زي ما قلنا بناخد الحلو دايما معانا ونكمل بيه الرحله بتاعتنا.